يوسف بالعمري ينتظر قرار ياستروب المدير الفني بشأن مرافقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز بعد استبعاده من مباراة وادي بجلة لعدم الجاهزية الفنية في الوقت الذي تعافى فيه عمرو الجزار تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة. مدرب يانغ أفريكانز التنزاني يدرس إجراء تغييرات عديدة على تشكيل فريقه أمام الأهلي سعيا لتحقيق الفوز وتجنب تعقيد موقفه في صراع التأهل خلال الجولات الأخيرة. الأهلي يخطر لاعبيه بالتجمع في مطار القاهرة الساعة 7 صباحا للسفر إلى تنزانيا وخوض المران هناك استعدادا للمباراة المرتقبة. جماهير الأهلي تترقب الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة الأنغولي كامويش وسط تأكيدات بأن الصفقة في مراحلها النهائية مع اعتذار النادي رسميا للمهاجم العراقي مهند علي بعد التراجع عن ضمه. سيد عبد الحفيظ يجري محاولة أخيرة مع نادي بارادو الجزائري لتخفيض مطالبه المالية في صفقة محمد الأمين رمضاوي بعد موافقة الأهلي على 25 مليون جنيه وتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته. نادي بتروجيت يضع بنودا تحفيزية في عقد هادي رياض تتيح له الحصول على قرابة 10 ملايين جنيه حال فوز الأهلي بالدوري ودوري أبطال إفريقيا. الكابتن محمود الخطيب ينهي الخلاف بين سيد عبد الحفيظ وأسامة إلال رئيس لجنة سكاوتينج والذي كاد يتسبب في تعطيل صفقة الأنغولي كامويش وخلق أزمة إدارية بسبب الإصرار على ضم محمد محمود المهاجم الفلسطيني. وكيل أعمال أليو ديانغ يؤكد رفض اللاعب اللعب لأي ناد داخل مصر غير الأهلي مع أولوية الاحتراف الأوروبي وفتح باب التجديد. سيد عبد الحفيظ يترقب غلق ملف الصفقات لبدء مفاوضات تجديد عقود اللاعبين المنتهية بنهاية الموسم، إضافة إلى تعديل وتمديد عقود لاعبين بارزين مثل إمام عاشور، مروان عطية ومصطفى شوبير. رغم تصريحات وليد صلاح الدين ببقاء محمد شريف، مصادر تؤكد أن ياستروب لا يمانع رحيله بعد ضم مهاجم أجنبي، ويفضل طاهر محمد طاهر كمهاجم مع رغبته في ضم مهاجم شاب تحت السن. اجتماع مرتقب بين سيد معود ووليد صلاح الدين لحسم مصير نجله عمر بعد تعطل انتقاله للبنك الأهلي وتلقيه عروضا من زد وأندية أخرى. حالة حزن تسيطر على محمد الشناوي بسبب حملات ممنهجة ضده على مواقع التواصل وسط دعم كامل من الجهاز الفني ووليد صلاح الدين وإشادة المدرب بأدائه في المؤتمر الصحفي. الأهلي يدرس عرض نادي هانوفر الألماني لضم بلال عطية بعد فترة المعايشة مع المفاضلة بينه وبين عرض إسباني آخر. الأهلي يستعد لافتتاح أكاديمية جديدة في الرياض الأسبوع المقبل مع تعيين سمير كمونة مديرا لها. وكيل لاعبين مغربي يسعى للتوسط لحل أزمة أشرف داري وإنهاء العلاقة مع الأهلي بشكل ودي. مساهمة زيزو وتريزيجي في 22 هدفا منذ انضمامهما تؤكد نجاح الصفقتين واستخفاف الضجة المصاحبة لهما. بعض محبي الكابتن محمود الخطيب يهاجمون الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بسبب تصريحاته الأخيرة ضد رئيس الأهلي. حسام حسن يهنئ محمد عبد المنعم بعودته للتدريبات وتعافيه من الإصابة. محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من مباراة بتروجيت. ومصطفى أبو زهرة يؤكد أن المدير الفني الأجنبي لاتحاد الكرة سيكون ألمانيا أو برتغاليا بعقد محدد المدة. مشروع تطوير الكرة المصرية يتحول إلى مشروع قومي بالتنسيق مع وزارة الرياضة مع تبقي بعض اللمسات النهائية. إكرام الشحات يؤكد أن الخطيب كلف خبراء قانونيين لدعم رمضان صبحي في أزمته بالتعاون مع مكتب قانوني سويسري لمتابعة الاستئناف الدولي. هشام حنفي يشيد بفوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثية مؤكد الجاهزية الفنية للفريق والحاجة لضم مهاجم بمواصفات وسام أبو علي، مشيدا بتطور مروان عثمان وتأثير هدفه الأخير.